وياكم في فيديو جديد بعد اختفاء مدة تقريبا 3 أسابيع. هذا الفيديو راح يصير ببكركوي، منطقة هي كلش مشهورة. أنا جايها خلال 10 سنوات، لو مرة لو مرتين، ليش ما أعرف. فحبيت إنه نرجع نستكشفها سوا اليوم، فإن شاء الله الفيديو يعجبكم ومشاهدة ممتعة. هاي المنطقة مشهورة بكثر المحلات. هذا جريتس، أكثر واحد مشهور بدول الخليج، يسموه قراطيس. ليش ما أعرف مع إنه من هو جريتس. أغلبية الماركات والمحلات، حتى أهل المحلات الصغيرة، يفضلون هاي المناطق، لأنه رغم إنه الجو كلش بارد، اليوم درجة الحرارة 1، رغم هذا ازدحام اليوم مو طبيعي. حاليا احنا في وسط بكركوي. هاي المنطقة تعتبر من أشهر المناطق للتسوق، دائما بها ازدحام. بها أعتقد يوم السبت والأحد يصير سوق مفتوح، وهي ماتين تضمن مولات كبيرة. هسه أورجيكم الأماكن. حاليا هاي المناطق اللي يصير بها السوق العادي، حتى أحيانا يوم السبت يسوون السوق الشعبي. ومن هنا هاي منطقة المولات، تصيرون من أشهر وأهم المولات بمنطقة بكركوي. هاي تعتبر واحدة من أهم المناطق للفساتين والألبسة النسائية، لأنه الفترة اللي اجت بها الأسعار زادت بمنطقة عثمان بي ونيشان تشي، استغلوا هاي الأماكن للملابس النسائية، صارت هي الفرع الثاني، لأنه كانت الأسعار جدا مرتفعة. فصارت هاي المحلات هي المكان اللي يجون أغلب عليه الناس الأتراك، يعني مو الغربة السياح كمثال. أكثر شيء الأتراك هم اللي يشترون من هاي المحلات. للأسف إذا تنتبهون هنا راح تلقون المحلات الشعبية زائد محلات المناسبات، زائد أغلبية هاي المناطق هي المكان الأول اللي تطلع من عنده ماركات العطور التركية. دائما اللي يحب يفتح بزنس جديد بهذا المجال، هاي أول اختيار يكون لهم، لأنه هي أكثر مكان الناس تشتري من عنده، خصوصا على مود الماركات تنعرف. بعد اللي ينجح بهذا المجال خصوصا بهاي المنطقة يبلش يفتح أفرع بباقي مناطق اسطنبول، اللي أعتقد من عندها D&P، اللي هي تعتبر واحدة من أشهر الماركات اللي انتشرت حتى بالعراق. بالوقت اللي صارت الأسعار بإسطنبول تعتبر شبه خيالية، إنه القطعة تكون بآلاف، أي ما يعادل كذا دولار. هنا الأسعار راح تلقوها تقريبا على أسعار قبل، إنه ممكن تلقون قطعة ملابس منزلية ما يتجاوز سعرها 200 ليرة. هذا الشيء اللي إحنا حاليا دائما نقول إنه صار العلكة اللي هو العلج صارت أكثر من 100 ليرة. فهاي الأسعار تعتبر جدا تنافسية، لهالسبب أغلبية الشعب يفضل. هاي واحدة من محلات العطور اللي قلت عليها انه هي تكون الاساس هنا يبدي وبعدين ينتشروا. هذا مالتنا التور، عجبت هاي الملابس، بس البيجامه طلعت كلش حلوه. ايش راويني؟ حلوه كلش. عجبتني هاي القطعه من عندهم، عليها صوره باط، وهاي من هنا مثل الريش، بس كلش حلوه. هذا الظهر وهاي القدام مالته، مكتوب عليه maybe it's about happy ending, maybe isn't about the story. يمكن قريتها غلط بس هي حلوة. عجبتني هاي البيجامة بقي ومن بيها كتابة، وهذا الهودي بس شكله كلش حلو، راح اخذهم. بالعافية عليك. شكرا.
صارت الدنيا ليل واحنا لحد هسه بنفس المكان بنشوف الملابس. طبعا صارت تغييرات. القطعة اللي قلت راح اخذها مال الطير ما اخذتها، اخذت غير قطعة. ان شاء الله اقدر اوريكم اياها بالفيديو، بس كنت ناوي اخذ قطعة صار عندي 3 لانه المحل صرت حلو. حاليا الجو يمطر، فما اعرف اذا راح استمر بالتصوير او لا لانه المطر شكله يقوى. طبعا الحلو بهاي المنطقة انه هي عبارة عن محلات وبنفس الوقت مناطق سكنية، يعني انت تكون قاعد بالبيت ومن تنزل انت بنص الاسواق. كانت الملابس مالته كلش حلوة وقطعة غريبة. اسعارها كانت صراحة ما اعرف اذا مناسبة او لا، لانه كانت القطعة بعد التخفيض تقريبا 1700. يعني شقد 1700؟ يعني تقريبا فوق ال $45 للقطعة. كانت حلوة. طبعا اللي انا عجبني بالبداية بقيت بس البيجامة، وراها اخذت 2 هوديز شكلهم همتين كلش حلو، فما اعرف اخذت 3. مع انه انا كنت ما اشتري شيء لانه انا من النوع حتى اذا اشتري ما البس، اضمه الزق بنفس القطعة. الاجواء حلوة هسه، بس ما اعرف اذا استمر او لا لانه المطر يقوى، خصوصا اذا تجي غيمة سوداء. الاجواء صارت كلش، المطر كلش قوي، صار ازدحام من هاي المناطق. هاي طبعا قدامنا البحر، احنا لو كان الجو حلو كان رحنا للبحر وصورنا، بس مع الاسف بدا المطر. هسه قالوا اكو هناك كافيه حلو، رايحين راح نقعد شوي نشرب قهوة همتين نرتاح، لانه ما اعرف ليش هذا المحل طولنا بيه تقريبا 2 ساعة مع انه ما اخذنا هواية، يمكن بس 6 قطع، بس ما اعرف ليش هالقد طولنا. لو هذا بعد ما مقررين لو راح يصير من هناك اللي قدام. شلون كان طلعتك اليوم؟ والله خربت، ورا 3 اسابيع احنا ناويين نصور، حبسنا المطر. فتنا محل واحد بس، مو بكر محلين بس. شنو المشكلة؟ شنو؟ انه احنا كانت لنا نية انه نصور البحر ونصور غير اماكن، هسه لانه المطر صار قوي قاعدين بكافتريا ومحبوسين، بدنا ننتظر بدنا نشرب قهوة. انا عبالي لقيت البحر أنا جاي. بعد أكو مارينا كلش حلوة. اي هي منا كاماتين المارينا اللي قدام، بس ما اعرف اذا تسمعون صوت المطر او لا لانه كلش قوي صار، ما دا نعرف نطلع له لا. وهنا المصور مالتنا الاديتنج اللي ما يسوي شيء قاعد دا يشرب. ايش دا تشرب؟ شنو هذا؟ شو بسرعة خلصته؟ قاعد ببلاش. فما اعرف صراحة وراها ايش راح نصور، احتمال نرجع للبيت مباشر. لا بس هسه حصور لك فد شغله غير شنو؟ ولا بالافلام. ايش راح تسوي؟ من نرجع بالمترو. خرب الفيديو. شلون نرجع سريع؟ الجو فظيع، هسه مهزومين، تغير القرار، راح ناخذ ركاب تاكسي من هناك بجوز نسوي اكل بالبيت. تغيرت المخططات لانه المطر صار كلش قوي، فقررنا نرجع. اول شي رحت البيت اختي، سوينا هناك برجر ومن هذه السوالف، تعشينا. اماتين هدومي كلها صارت طماطة تبهدلت. هسه رجعت للبيت، خل اراويكم الهودي اللي غيرته. الاسعار كانت شبه معقولة، بس يعني ما تعتبر رخيصة. اخذت هذني، هاي البيجامة اللي بالفيديو اساسا طلعتها حلوة هي، من انا حتى هاي الكتابة مالتها تجي هيك ثخينة، هاي منها. هاي صارت بعد التخفيض ب1400 ليرة. 1400 يعني شقد؟ والله ما اعرف. واخذت هذا اماتين هودي، بس ظهره يجي هيك بيه مثل التطريز او نقش، كلش حلو لونه. هو ابيض بس مو ابيض كلش، مثل الاوف وايت.
هذا ما تعجبني طبعا، لانه انا انسان لازم لو ما اشتري شيء لو ابذر، فاشتريت نفس الهودي بس اسود، همتين ظهره هيك منقوش. انا اشوفه كلش حلو. هذا بيش الواحد، هذني كانوا غاليات يعني، هذني بعد التخفيض 1700 1700 و1700. خلينا نشوف ايش قد والله يطلع، ايش قد يطلع 1700 و 1700 1700 زائد 1400 4800 تقسيم الدولار يعني $112 ضرب التصريف هسه بالعراق 168,000 على اشياء حتى مو ماركة يعني. هاي يعتبر من السوق الرخيص مال بوكركوي يعني. هيك تركيا صايرة غالية. واشتريت لحم، وهنا انا منقع حمص، وهاي هنا منقع حمص. طبعا المطبخ صاير هسه لانه عشان بدي اشتغل الصبح ومشتري غراض. هنا القسم مال بزازين، خل احط لهم اكل، خل اراويكم هسه بس يشوفون هاي تنضرب الدنيا. ها بلشة ما ادري شو تحبون منها، ولو هي ريحتها تدرون شنو تشبه؟ تذكرون قبل ايام قبل كانت المرتديلا مال هنا، وكان شو اسمه اكو هاي المعلبات الحمراء اللي عليها صورة بقرة والله ما اعرف شنو هي نفس الشيء. هاي همتين، هاي لحم سيفس بعد تجي مثل المرتديلا والله، حتى نفس الريحة، بس لو كنا ناكل من هاي والله كل شيء يصير. يجوز كانوا يحطونا من ذني ناكل. هي مال بزازين بقى حتى تطلع نفس الشيء مرتديلا. هاكم تعالوا طلعوا كانوا. وهاي كانت رحلتنا لليوم. هسه راح احط كركم للحمص، ما اعرف يجوز باكر اسوي الفيديو مال الحمص، راح اسلقه اليوم وباكر اكمل الفيديو. طبعا نعتذر على التقصير والفيديوهات المنقطعة، بس والله هاي الاسابيع اللي فاتت كان عندي هواية شغل، واليوم عامة كان إن نية نروح للمارين والبحر وهالأمور، صارت عاصفة وخرب الفيديو. فنتمنى من عندكم الدعم واللايكات والتعليقات والمتابعة أكيد. تصبحون على خير.